في ناس زي كده عار على الجيش المصري ان يكون في ناس زي دول، انما ابدا احنا بنحب القوات المسلحة وبنحب الجيش، لان ده الجيش ده مننا. لو قعدتوا فكرتوا هتلاقوا ليكوا ولاد وليكوا احباء وليكوا قرايب ضمن الجيش المصري. لسه في واحدة من الاخوات بتقول يا ابونا انا نفسي اكون معاكم بكره، بس للاسف انا من القوات المسلحه فمش هقدر اجي. انما احنا بنحب الجيش المصري وبنحب القوات المسلحه. انما القله اللي كانت موجوده في مسبيرو دي عار على الجيش المصري، واحنا النهارده ويوم الخميس قدمنا بلاغات ضد هؤلاء. قدمنا بلاغ باسم ابونا متياس نصر يحمل رقم 544 ضد اللواء ابراهيم الطماطي مساعد قائد الشرطه العسكريه، والنهارده كان معانا رائد وبكره رايحين تاني، لان الحقيقه القضاة مش هيسيبوا حقهم على الاطلاق. التكريم الحقيقي اللي منتظره رائد ومنتظرينه كلنا هو حضوركم بكرة الساعة 3 قدام دوران شبرا، علشان نطلع كلنا بمسيرة لم تراها مصر من قبل. هنطلع بمسيرة مصر ما شافتهاش قبل كده، وهنختم مسيرتنا جوه مسبيرو. وهيكون معانا عدد كبير من الاحزاب الليبراليه المحترمه وحركه 6 ابريل وعدد كبير جدا من الاخوه المسلمين. اللي عايز اقوله لحضراتكم حاجه مهمه يا عباس، واللي بيقول كده ابونا الجبادير وانتوا عارفين كلمتي، احنا مش هنقدر ناخد حقوقنا الا بوجودنا مع المسلمين المعتدلين في مصر، وهم كثرة. سيبوكم القلة اللي جاية من البلد دي ولا اللي جاية من البلد دي اللي بيشتغلوا الاجندات وهابية، انما دول مش هم الغالبية اللي في مصر، دول دخلاء على مصر. المصري الحقيقي هو المسلم المعتدل والمسيحي اللي موجود في هذا الوطن. كتفنا في كتفهم بكره هنطالب بحقوقنا كلنا، واحنا واثقين ان كتف في كتف اخويا المسلم هنقدر ناخد حقوقنا. اوعوا تفتكروا انكم اقليه. احنا اغلبيه في هذا الوطن، مش كمسيحيين، كمعتدلين، كأقباط حقيقيين. الاقليه في الوطن ده هم مجموعه الدخلاء اللي بيحاولوا يرجعوا الوطن لمرحله التخلف. دول الاقليه، انما احنا اغلبيه في هذا الوطن. خلوها ارفع راسك فوق انت ابني، خلوها ارفع راسك فوق انت ابني، ارفع راسك فوق. تحية للأبطال من داخل الكنيسة. ارفع راسك فوق انت ابطي يا مصر. تحية أخيرا أعلنا عن انك ترفع راسك فوق انت ابطي. وها هي الاسكندرية، وها هي مطرانية شبرا الخيمة، وها هو حفل تكريم رائف يتحول إلى مسيرة رائعة جدا جدا، مسيرة سلمية داخل الكنيسة. وباسم يسوع هنكمل معاكم الحفلة. اتقطع الخط، ولكن أنا أخدت الميكروفون لأني فرحان جدا إنه ارفع راسك فوق
انت قبط